السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة رانيا من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. يا رب تكونوا بخير. هنتكلم في فيديو النهاردة عن البروبيوتيك وازاي بيشتغل على الجهاز المناعي وبيقوي المناعة، وكمان فوائد البروبيوتيك بالنسبة للدواجن. طيب هنتكلم الأول عن البروبيوتيك. وطبعا كلنا عارفين ان البروبيوتيك بكتيريا نافعة، كائنات حية دقيقة بتعيش في الأمعاء، وهي بتقضي على البكتيريا الضارة وبتحل محلها. كمان بتغير الوسط بشكل كامل بحيث ان البكتيريا النافعة تبتدي تتكاثر والبكتيريا الضارة ما تنموش في الجهاز الهضمي. كمان ان هي بتحافظ على التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي، وده طبعا بيعود على صحة الطائر والحيوية وكمان الجهاز المناعي، لأنه بيزود المناعة وبيقلل حدوث العدوى. لأن لو هنشرحها ببساطة كده، الجهاز الهضمي ده بيشتغل زي قناة أو جسر بيربط بين داخل الجسم وخارج الجسم. وطبعا المسببات المرضية بتبتدي تمر من القناة أو الجسر دون من القناة الهضمية إلى داخل الجسم، وبيبتدي يحدث تفاعل بينها وبين الجهاز المناعي للحيوان أو الطائر، والتفاعل ده هو اللي بيقوم بتنشيط عملية الجهاز المناعي وكمان الوظائف المناعية للجسم. وكمان البكتيريا النافعة في القناة الهضمية بتقلل من مرور المسببات الأمراض داخل الجسم، وده بيكون من خلال القناة الهضمية للدم، وده اللي بيخليها ان هي تقلل من انتشار العدوى، وكمان بيزود من كفاءة نشاط الجهاز المناعي. وهنا طبعا بنلاحظ ان البكتيريا النافعة لو مش موجودة بشكل كافي او في عدم توازن بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، ده بيأثر على الجهاز المناعي وبيضعف من الوظائف بتاعته داخل الجسم. غير ان هي كمان بتزود وبتساعد على امتصاص المعادن، وده طبعا بيخلي الطائر او الحيوان في صحة احسن. عشان كده لازم نستخدم البروبيوتيك في تربية الطيور والحيوانات، إذا كان هنشتغل بيه في الأدوية أو هيتضاف على العلف، وده اللي احنا بنقدمهم لكم في البرنامج الأورجانيك والعلف السائل وكمان الفيد فاكتور لو هنعمل تصنيع للعلف. مش هطول عليكم أكتر من كده، ومستنية استفساراتكم. لو في أي حاجة مش واضحة بلغوني. شكرا ليكم، سلام عليكم.